هناك، على بعد 50 كيلومترا شمال غرب العاصمة صنعاء، تستقر على ربوة صخرية قلعة محفورة في التاريخ. مدينة يمانية كل حجر فيها يحكي قصة دفاع، وكل ممر ينطق بحكمة هندسية. إنها مدينة ثلا، الحصن المنيع الذي لقب بندقية العرب، ليس لشكلها فحسب، بل لكونها كانت قاعدة صلبة انطلقت منها رصاصات المقاومة ضد المحتلين عبر العصور. الفصل الأول: أصل التسمية بين الخنير والثروة. ألف، حتى اسمها يحمل لغزا جميلا. يقول بعض المؤرخين إنها سميت باسم ثلا بن لبافه بن أقيان، وهو أحد أبناء خنير الأصغر، مما يؤكد بذورها العميقة في حضارة مملكة خنير العريقة. فيما يرى آخرون أن اسمها مشتق من الكلمة الحميرية ثل، وتعني كثير المال، ثم خففت على الألسن مع الزمن إلى ثلا. فهل كانت مدينة غنية بثرواتها، أم أن ثروتها الحقيقية كانت موقعها ومنعتها؟ الإجابة تكمن في تاريخها الطويل. الفصل الثاني: التاريخ العريق من خمر إلى المقاومة. يعود تاريخ الاستيطان في ثلا إلى فترة مملكة خمير، وتشير الدلائل الأثرية من نقوش وتمائم إلى أن موقعها كان مأهولا منذ ما يزيد عن 2500 عام. لكن شهرتها التاريخية الكبرى بدأت مع دخول اليمن في الإسلام، حيث أصبحت بسبب موقعها الحصين ملجأ أمينا للحكام والعلماء وقاعدة عسكرية يصعب اختراقها. نقاط التحول الرئيسية في تاريخ ثلا. العصر الإسلامي كانت محط أنظار الآئمة الزيدية الذين سعوا للسيطرة عليها لبسط نفوذهم. مواجهة الغزاة برز دورها النضالي بوضوح أثناء الغزو العثماني لليمن، حيث تحولت إلى معقل للمقاومة ومنطلق للجيوش اليمنية. الاعتراف العالمي، نظرا لقيمتها الثقافية والتاريخية الفائقة، تم إدراب ثلا في القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي لليونسكو في يوليو 2002. الفصل الثالث: الموقع والتضاريس. الطبيعة تصنع الحصن. لم تكن مناعة ثلا من صنع البشر وحدهم، بل ساعدتهم الطبيعة ببراعة. تقع المدينة على ربوة مربعة الشكل أسفل سلسلة جبلية، يطل عليها من أعلى حصن الغراب الشهير الذي يزيد ارتفاعه عن 2960 مترا عن سطح البحر. هذا الموقع جعل منها نقطة مراقبة وتحكم استراتيجية في المنطقة. الفصل الرابع: العمارة والتحصين. هندسة الدفاع الأعجوبة. هنا حيث تتحول الهندسة إلى شعر من حجر. تعد ثلا نموذجا رائعا للمدينة الإسلامية المحصنة. لنعد معا عناصر هذه المنظومة الدفاعية. 1. السور والأبراج. المدينة محاطة بسور حجري مهيب يبلغ طوله حوالي 1162 مترا، ويتخلله 26 برجا للمراقبة والدفاع، بعضها دائري والبعض نصف دائري. وتنتشر في السور 9 أبواب رئيسية، كل باب محاط ببرجين منيعين يجعلان اقتحامه مهمة شبه مستحيلة. 2. حصن الغراب، هو تاج المدينة وتاج دفاعها. حصن منيع بني على قمة الجبل، يحتوي على أبراج وخزانات للمياه ومخازن للحبوب ومساحات صغيرة للزراعة، مما يجعله مكتفيا ذاتيا أثناء الحصار لفترات طويلة. 3. التخطيط الداخلي والحياة. السوق القديم. في قلب المدينة يقع سوقها التاريخي، الذي يضم حوالي 142 حانوتا صغيرا ومترصا، كانت تعج بالتجارة والخرف التقليدية. المساجد والمدارس. تضم ثلا قرابة 25 منشأة دينية بين مساجد ومدارس تاريخية، مثل الجامع الكبير ومدرسة الإمام شرف الدين، تدل على دورها العلمي والروحي. أحياء سكنية. تنقسم المدينة إلى أحياء عريقة مثل حي رأس الميدان وحي الطلخ، وكان فيها حتى حي لليهود هاجر سكانه لاحقا إلى فلسطين. الفصل الخامس: فلا اليوم التراث يتنفس تحت وطأة التحديات. اليوم ما زالت ثلا قائمة بشموخ، محافظة على طابعها المعماري القديم الذي يعود لقرون، وهو ما أذهل حتى الرحالة الأوروبي إدوارد جلازر عندما زارها عام 1883 ووصف نظافتها وبيوتها الحجرية المهيئة. لقد أعدت الحكومة اليمنية ملفا لاعتمادها رسميا كموقع تراث عالمي،
وضمها مشروع ترميم حصنها إلى القائمة المرشحة لجائزة الآغا خان للعمارة عام 2013. لكن الحرب والأوضاع الراهنة تهدد هذا الإراث الثمين بالإهمال، مما يستدعي نداء عالميا لحمايته. هكذا تكتب مدينة ثلاثيرتها: بنيان من حجر، وإرث من صمود، ودرس في الهندسة التي تخدم الدفاع والحياة. إنها ليست مجرد أطلال، بل ذاكرة حية لليمن، تروي كيف يمكن للمكان أن يصبح رمزا للهوية والتحدي.